اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده وداعا لغلاء الاسعار. الكيلو ب 150 جنيه، وعلى ايه؟ تعالوا نعملها مع بعض. جبت كده كيلو من الدقيق متعدد الاغراض، حطيت عليه نص كوبايه من السكر، سكر حبيبات عادي خالص، 2 باكت خميره فوريه، معلقه كبيره بيكنج باودر، معايا كمان كوبايتين من الماده الدهنيه. انا حطيت كوبايه زبده وكوبايه سمنه، سيحتهم بس يا دوبك فكوا كده على النار، وبدات انزل بيهم على الدقيق وهقلب تقليب بقى. بصوا يعني ايه، عايزه ابس الدقيق ده، عايز الدقيق يتشرب معايا الماده الدهنيه دي كلها، يبقى عامل معايا شبه حبيبات الرمل. الخطوه دي اسمها انا كده ببس الدقيق. هعمل النهارده ايه؟ هنعمل النهارده قراقيش بالزبده. عايزه اقول لكم ان سبب الفيديو النهارده ان انا بحب اجيب في فرن عندنا يعني بيعمل قراقيش بالزبده، بتبقى طعمها حلو جدا. بجيبها، كنت الكيلو ب50 جنيه. النهارده جيت اجيبها لقيت الكيلو ب150 جنيه، حاجه كده منتهى الاستغلال. فقلت خلاص، لا للجاهز ولا لغلاء الاسعار وجشع التجار. زي ما انتم شايفين كده، جبت كيلو من الدقيق وقلت هعملها بنفسي، والله ولا نص التكلفه. بعد ما بسيت الدقيق زي ما انتم شايفين كده، بدأت اجيب لبن حليب عادي خالص بدرجة حرارة الغرفة، وبدأت انزل بيه شوية بشوية. نزلت بأول كوباية وبعدين نزلت بالكوباية التانية، خدت منها نص كوباية بس، يبقى انا استخدمت نص كوباية ونص من الحليب. تقدري تستبدليه بمية، ممكن حليب وممكن مية عادي خالص، المتوفر عندك، مش شرط ابدا ده ولا شرط ده. هنا انا كنت نسيت حاجه، اللي هو السمسم. برضو لو حابه تضيفيه ماشي، مش حابه براحتك، بس هو بيديها طعم حلو جدا. ضفت 4 معالق من السمسم، المعلقه العاديه اللي بناكل بيها. ويفضل ان هو يكون متحمص يعني. دول المفروض ان احنا نضيفهم في الاول خالص على الدقيق، بس انا كنت نسيته. مش حابه تضيفيه برضو عادي. اخدت كده بقى العجين بتاعي وبدات احطه في مكان دافي لغايه ما يختمر. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما اختمرت وبسم الله ما شاء الله عليها، الخميره بقت حلوه جدا. تعالوا بقى نشكلها مع بعض. بصوا بقى، دي طريقه التشكيل بتاعتي سهله قوي. عايزه اقول لكم ان الموضوع كله ما اخدش معايا نص ساعه، وما بتاخدش وقت كبير في الفرن، وبتطلع النتيجه بتاعتها هايله. طيب انا هنا استخدمت زبده وسمنه عشان انا كنت حابه اعملها بالزبده. عايزه تستخدمي سمنه بس مفيش مشكله، حابه تستخدمي زبده بس مفيش مشكله، حابه تستخدمي زيت وسمنه مع بعض او زيت وزبده مع بعض برضو مفيش مشكله. ولكن هنا خليني اقول لكم بس حاجه بسيطه، ان لو استخدمتي الزيت هتنشف منك شويه، مش هتطلع بنفس النعومه بتاعه السمنه او الزبده. لو لسه مكمله معايا الفيديو لغايه هنا، من فضلك تحطي بقى لايك تشجيعا ليا، وكمان ما تنسوناش من كومنت حلو. جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. مش قادره اقول لكم بتدي طعم حلو جدا قد ايه. هنا في تكايه بسيطه جدا عايزه اقول لكم عليها، ما تنسوش تضيفوا معلقه صغيره من الفانيليا. فانيليا اللي هي مش السايله، اللي هي السكر حبيبات دي، بتدي ريحه حلوه جدا جدا للمعجنات يا جماعه. ضيفيها في اي عجينه هتديكي ريحه وطعم ولا اروع من كده. زي ما انتم شايفين كده، طريقه التشكيل طبعا واضحه معايا، وبدات ارصها في اي صاجات او في اي صواني عندك. حطي ورقه زبده لو متوفر عندك، مش متوفر عندك يبقى دهنه زيت. وورق الزبده كمان ادينيه دهنه زيت، لانه الحقيقه اللي في السوق كله مش مضمون. تمام كده. شكليها زي ما انت عايزه، اعمليها اصابع، اعمليها زي ما انا بعمل كده اهوت، الشكل اللي يعجبك. المهم ان هي هتطلع معاكي نتيجه للقراقيش ناعمه وطريقه ممتازه. جربوها، منتظره كومنتاتكم تقولوا لي رايكم فيها ايه. ما تنسوناش من لايك حلو زيكم، لان الحاجات دي فعلا بتشجعنا. انا طبعا اتاخرت عليكم كتير لاني كنت مريت بظروف صحيه صعبه شويه، سامحوني عشان كده اتاخرت في الفيديوهات. بس ان شاء الله هنكمل مع بعض ومش هنتاخر تاني. زي ما احنا شايفين كده بدأنا نكمل. بصوا بقى، هنا انا طبعا شكلتها، عملت جزء منها تخين شوية وجزء منها رفيع. السمك بتاعها دي حاجة اختيارية انت بتعمليها بايدك. انا عندي هنا في جزء في البيت بيحبها تخينة شوية، وفي جزء بيحبها رفيعة شوية. فالمهم ان الصاج او الصينية اللي هتشتغلي فيها لو تخينة يبقى الصاج كله تخين، لو رفيعة يبقى الصينية كلها رفيعة. هنا جبت شويه كده من الحليب، ربع كوبايه تقريبا، حطيت عليهم رشه فانيليا وبدات ادهن الوش. انا هنا دهنت الوش بتاع صينيه واحده بس. هوريكم اللي مدهونه بالحليب لونها هيطلع عامل ازاي،
واللي مش مدهونه خالص باي حاجه هيطلع لونها عامل ازاي. انا وريتكم كده، بصوا زي ما انتم شايفين، اللي لونها ذهبي دي اللي مدهونه بالحليب، واللي لونها فاتح دي هي اللي مش مدهونه خالص. تمام. وادي كده كانت النتيجه بتاعتنا بعد ما خرجت شويه قراقيش بقى، ولا احلى من كده. بجد بجد جربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم. انا متاكده ان الوصفه دي بجد هتعجبكم، هتنبهروا بيها. ريحه الخبيز في البيت حلو جدا يا جماعه، مش مكلف ابدا، يعني تقريبا ربع او نص التكلفه بتاعت بره، بس هتديكي نتيجه حلوه قوي ودفى للبيت وخير في الاول وفي الاخر. بصوا كده، بصوا شكلها حلو جدا ازاي، بصوا من جوه شكلها حلوه جدا وخفيفه كده ومش مكتومه ولا اي حاجه. دي كانت التخينه اهي. وادي كمان هوريكم الرفيعه اهي، اللي هي السمك التخين والسمك الرفيع. اعملي اي سمك يعجبك واي شكل يعجبك، المهم ان النتيجه هتطلع معاكي حلوه جدا. بصوا دي كانت اللي هي السمك الرفيع، ادي ده شكلها مقرمشه وحلوه جدا، وفي نفس الوقت فيها نعومه بس مش نعومه الكحك، يعني فيها النعومه اللي هي ايه، معقوله. شويه قراقيش بسم الله ما شاء الله عليهم، جربوهم بالف هنا والشفا عليكم يا رب. ما تنسوناش بقى من لايك، بحبكم كتير.